مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. النهارده حابه اسال حالاتي الحلوين او المتابعين بتوعي او اللي بيشوفونا، هو ايه الفرق بين الشخص الناجح والشخص المتكاسل؟ عايزه رايكم، هو في فرق بينهم؟ او الشخص الناجح ده عمل ايه والشخص المتكاسل عمل ايه؟ والشخص المتكاسل بقى هو مستني ايه عشان يبتدي يغير ويبقى شخص ناجح؟ انا هستنى تعليقاتكم وهستنى الكومنتات بتاعتكم ونبتدي نثير الجدل في الموضوع دوت ونسمع ارائكم، عشان انا هطلع في فيديو تاني اقول لكم ايه الفرق بين الشخص الناجح والشخص المتكاسل، والشخص الناجح دوت عمل ايه عشان يبقى ناجح ويستمر في نجاحه، لان النجاح سهل ولكن الاستمراريه عليه هي الصعبه، لانه الشخص الناجح ده بيفضل مستمر على النجاح لانه هو بيعمل حاجه معينه عشان خلته يستمر. فهستنى كومنتاتكم وهستنى تعليقاتكم عشان نشوف ونناقش ايه الفرق بين الشخص الناجح والشخص المتكاسل. دمتم اصحاء ودمتم بالف خير.